أهلا بكم في نباش التاريخ. في يوم 22 أكتوبر سنة 1920 نشرت صحيفة ذا جويش مونيتور الأمريكية خبر عن انتشار المعاداة السامية مهم جدا من وجهة نظري. بيقول الخبر إن البرقيات اللي بتيجي من النمسا والمجر وأوروبا الشرقية بتتكلم عن التجاوزات المعادية لليهود، وإن في برقية من برلين بتقول إن الدكتور ماجنوس هيرشفيلد وهو خبير معروف في الأمراض الجنسية توفي مؤخرا من آثار الإصابات اللي تلقاها على إيد عصابات مناهضة لليهود، وإن الطبيب ده راح لولاية بافاريا لإلقاء محاضرة عن تخصصه واتعرض للهجوم أثناء وجوده في مدينة ميونخ. هنا بيقول الخبر أن يكاد يكون من غير المعقول أن تكون ألمانيا واحدة من الدول اللي كانت بتعتبر قبل الحرب واحدة من أكثر الشعوب تحضرا تكون غرقت للحد ده، وإن أنشطة المشاغبين الألمان أذهلت العقل. واضح أن في هوس ما بقاش ينفع السيطرة عليه استولى على أوروبا وبدأ ينتشر لأمريكا، هوس بيجد رد فعله في الدعاية والتجاوزات المعادية لليهود، وإن الهوس المعادي للسامية ده زي الأوبئة المعدية اللي هنحصد خسائرها لو ما لقيناش وسائل لوقف الخراب. وبيقول الخبر محدش يعرف امتى ألمانيا هتعود لرشدها، وإن رومانيا نفسها أصبحت متحضرة، فهل أمريكا هتتبع خطى ألمانيا أم رومانيا الجديدة؟ وبيأكد الخبر إن طاعون الكراهية ده وصل أمريكا بالفعل، وبيتسأل الخبر إذا كان تأثير عقيدة فورد وعقيدة واتسون هيؤدي في الآخر لبرقيات تطلع من الولايات المتحدة زي ما بتطلع من برلين دلوقتي. وهنا بيقصد ان امريكا ممكن ينتشر فيها معاداة اليهود لدرجة ان هم يتفتحوا في العالم. ورجوعا لألمانيا بيقول الخبر ان قبل سنين كان من غير المعقول يكون في عصابات معادية لليهود بشكل علني، بس حاليا الموضوع اتطور وبقوا بيقتلوا اليهود الألمان المعروفين في الشوارع عادي. وبيختم الخبر ان اكيد الاخبار بتاعت ألمانيا هتبقى مبهجة لذوق هنري فورد، بس السؤال هنا ايه مدى رعب الاعتقاد بان امريكا ممكن تنحط للحد ده لا سمح الله؟ الخبر ده مكتوب سنة 1920 وبيتكلم عن ظاهرة جديدة نسبيا على ألمانيا، وبيوصف الوضع بأنه عار، وإن إزاي ألمانيا اللي كانت قبل الحرب العالمية سنة 1914 كانت أمة متحضرة، دلوقتي كاتب الخبر بيقول إنه خايف إن أمريكا تنحط زي ألمانيا. للمفارقة إن الكلام ده هو اللي بيتقال بعد الحرب العالمية التانية، الفرق اللي ما بينهم هو 25 سنة وملايين القتلى وخراب كبير. لك أن تتخيل إن الألمان سنة 1920 كانوا بالصورة دي كأنهم عاملين كارثة. وبيأكد الخبر إن الهوس ده في المعاداة هيجلب الخراب. الخبر ده كان تحليل واقعي ومنطقي ومستبصر. إشارة مهمة، العالم اللي ذكر الخبر إنه مات بسبب الاعتداء عليه أنا لقيت إن هو مات سنة 1935، بس واضح إن كل الأخبار في الجرايد في الوقت ده كانت بتنشر إنه هو مات قبل ما يكتشفوا إن هو لسه عايش. في الآخر لو عجبك المجهود دوس لايك وشير وقول لي رأيك تحت في كومنت.